مصيبة يا عامر مصيبة. شو في؟ مصيبة. الكراكون جاي ياخذ الزعيم على الحبس، وطلب مني انه اجي لعندك وخبرك انه تروح لعنده في كلمتين بده يخبرك اياهم. لك انت شو عم تحكي يا باطل؟ على جثتي ما رح يخلوني ياخذوه، واذا بدك تسلم حالك حمديك لنا يا زعيم. ما راح يصير شيء. بعدين يا عامر انا بعمري ما تعودت اهرب. نو. والباشا هالمرة عن جد بده يحبسني. تعرف ليش؟ لاني ساعدت الشباب ضد المحتل وساعدت الفقراء والمحتاجين مشان ما يستغلون. طول عمرك شوكة بحلمه، إذا رحت بده يوقف بوشه، شو بده يصير بأهل الحارة يا زعيم؟ لك يا عامر أنا ربيتك على الحق والقوة، شبك! دير بالك ها؟ أنت بس مالك رح تكون شوكة بحلقهم، رح تكون سيف! أنا بديها من دونك يا زعيم. هلا أنت صرت رجال، والخزنة والمحتاجين وأهل الحارة أمانة برقبتك، زيك. بس يا زعيم مثل ما عم قل لك تمسح دموعك وكأن شيئا لم يكن. خليك رجال مثل ما قلت لك، خليك رجال. شو عم تساوي هون عمي؟ بالتربة عايش. يا لطيف، ليش وينه بيتك؟ كان عندي بيت جوزت ابني فيه، صرت حملة ايه على مرته. شوفت عينك عايش بهالتربة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زيك عم زيك، استكفي بيت وتقوى فيه. الله يعوض عليك عمي. إيه يا من لما قررت تمشي بطريق أخوك الزعيم. وليش شو طريق أخي زعيم؟ ما بو شي، بس ما نابكن منه إلا البهدلة والسجن. والله لو معك ابن عمي لقصيت لك لسانك. بس الله يفك أسرنا أخي زعيم، ولك الحادث حديث. الله يفك أسر أخوك وإن شاء الله بيطلع عن قريب. بس أخوك ما أنك مجبور تعمل مثله. أخوك كان عايش دور جابر عثرات الكرام وسايق فيه على الآخر وحاسب حساب آخرته. بس أنت يا عامر حدا حربوق وذكي وما بتخلي حدا يضحك عليك. أنت قلتها حربوق وذكي، ولك خسا حدا يضحك علي. معناتها لك عامر ممكن مين دق بابك وتمسكن ياخد اللي بده إياه. الناس بهالأيام ما بتنعطى وش. بدك تمسك الزعامة بده يكون قلبك ميت. عم تفهم؟ بده يكون قلبك ميت لك عامر. خير ربحي، والله الأوضاع كلمانا لورا يا عامر. اسمي الزعيم عامر، موفيك بالحارة أنا. يا زعيم أوضاع الناس تدهورت من لما انحبس الزعيم رحيم. التجار كبرت وفرعنت وما عاد حدا رده، والباشا عم يحوص فلوس بالحارة ومسائل على حدا. الفقير زاد فقره، واليتيم صار يحس باليتم. وانت بصراحة ظلمتهم من لما بطلت تعطيهم الخرجية اللي كانوا ياخذوها من أخوك الزعيم. الزعيم رحيم الله يفك أسره وطمع الناس فيه، وهي الناس أحسن ما عم تتجحور يروحوا يطالعوا لقمتهم على جبينهم. مو فاتحتك إيانا. بس كل المحتاجين أطفال وعجز ويتامى، وانت بهذا الكلام عم تحرمهم من الصدقة اللي كان نادرها أخوك لإلهم. والله هذا مالي وأنا حرفيه. بس انت هيك عم تخون الأمانة اللي أمنك إياها أخوك. شو؟ ما سمعت؟ لا تكون عم تخوني ولك ربحي. قول. لا حول ولا قوة. روح لشغلك روح. يا جماعة أوضاع الحارة كل مالها عم تتدهور، والباشا ما في مين يوقفوا عند حده، ونحن ما نعرف ليش بدنا نساوي. لك أخ بس لو كان الزعيم رحيم موجود معنا هون كان عرف يوقفوا عند حده هالظالم هاد. لا مو بس هيك، لك كان خفف من العازة والفقر الموجودين عنا هون بالحارة. لا، وأخو عامر سايق فيها، وهو ولع عنطجي مسعود من عمه، ولاها فرصة هداك مشان يلحس اصبعته. ما في خواص، لازم يدرى الزعيم باللي عم بيصير. شو هالحكي؟ انت شو عم تحكي؟ يا عمر على الحارة صاير معهم كل هاد وانا مو دريان. يا عامر أنت صرت زعيم قد الدنيا وعندك مالكانات وأموال، والناس صارت تحسب حسابك وتهابك.
وطلعت اخوك هلا مو لصالحك ابدا. لازم تحسب حساب هالشي وتفكر فيه، اخص شيء اذا طلع والناس شكولوا عليك وقالوا له ايش كنت تساوي فيهم. بدك يعني تتخلى عن اخي لك ابن عمي؟ اعوذ بالله، مين عم يقول تتخلى عن اخوك؟ اخوك لازم يطلع، بس مو هلا. شوف انت قديش رح تخسر اذا طلع اخوك. اخوك بالحبس ايه، بس مو ناقصه شي. عم ياكل وعم يشرب ومعزز ومكرم وما حدا عم يقارشه ابدا. بس طلعته رح تضرك انت. هلا انت الزعيم ولازم تعبي مكانك. دير بالك على هالشي. طيب والعمل؟ بسيطة، صرنا وصرتين للباشا وبعمره ما عاد يفكر يطلع اخوك من الحبس. خص شيء هو المستفيد الاكبر من حبسة اخوك. لهيك لازم تزور الباشا، لازم تخلص امورها. فكر فيها يا عامر، قديش رح تخسر اذا طلع اخوك من الحبس. الحمد لله على السلامة. ما قلت لي زعيم شلون طلعت من الحبس؟ الله يسلمك، مشيت الباشا، بدي اتخبى عندك كم يوم. ابشر لعيونك، بس ما قلت لي ليش؟ مشان اشوف اخي شو عم يعمل بالامانه اللي امنته عليها، وما بدي يعرف انه انا طلعت من الحبس. خلاص اعتبر صار، بس دقيقة اسكر المحل ونروح على البيت. يلا يلا. لك ايه شو هالزعيم الجديد؟ الله يرحم ايامك يا زعيم رحيم. ايه والله معك حق، فعلا كان رحيم. الله يرحم ايامك يا زعيم رحيم. ايامك كنا شبعانين الخبز من مال الله يا محسنين. ايه الله يلعن ابو الفقر. شو هالزعيم الجديد هاد؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. لا اله الا الله، شو بدنا نساوي هلا؟ من مال الله يا محسنين، الله يلعن أبو الزمن اللي خلانا نشحت. انا ما قلت فقروا مع التانيين، ما بدي هون، بدك روحوا اشتغلوا. زعيم. ايه الزعيم؟ انا اللي باعني اخي بثمن رخيص، صرتين ذهب، بالوقت اللي الباشا اللي هو ألد أعدائي كشف لي حقيقتك وما رضي يبيعني. سامحني يا اخي، والله ما بعرف كيف اتاخذ. شو هالحكي؟ سامحك؟ عليش بدي سامحك؟ لأنك زتيتني بالسجن
لأنك بعتني بالرخيص. أنا رح أقول لك شلون بسامحك إذا كفرت عن ذنبك وتبت وحملت ضل طريقك ورحت فتحت الغزنة ودرت حارة حارة وبيت بيت ووزعت كل المصاري على الفقراء والمساكين وبتعطيهم قد ما بدهم واكثر كمان. شو بدك انا جاهز من ايدك لايدك، هي بس سامحني ان شاء الله. ان شاء الله الله بيسامحك. الله أهل. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. روح لا تيأس من رحمة الله. أما مسعود الشيطان الأكبر دبار عندي، لا يكلك فكرة. روح يا عامر، روح على الخزنة يابا. شو ها؟ تراب وحجارة؟ شو بتساوي فيهم هدول؟ أكيد في غلط بالنسبة إخواتي. شو قصدك أخي؟ ما نحن اتفقنا إنه كل واحد فينا يرضى بحصته واللي كتب له يا أبوه؟ كتب له يا أبوه، لكن أنت ذهب ولا تراب وحجارة. احكي لك كلمة يا أخي. يا حول ولا قوة إلا بالله. لك أخي طولوا بالكم، شو صار لك أنت وياه؟ أبوك قبل ما يموت الله يرحمه قال إذا اختلفتوا على الورثة بتحملوا حالكم وبتروحوا لعند الشيخ أبو عمر وهو بيحكم بيناتكم، فشو رأيكم نروح لعنده ونحل هذا الموضوع كله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وابن نلاقي هذا بيت الشيخ أبو عمر؟ ما بعرف أخي، بدك تركش وركش، ما برجع على البيت لشوف الشيخ. خي أعمل لك ها؟ طول بالك بقى، شو صار لك أنت الثاني؟ هلا لما يمرق له حدا ونسأله. ايوه معلم. أهلا وسهلا. من بعد إذنك، بيت الشيخ أبو عمر وين بالله؟ في حدا ما بيعرف بيت الشيخ أبو عمر؟ بدك ما تواخذنا والله نحن غرب عن الحارة. يا ميت أهلا وسهلا. بتفوتوا بهاد الزقة، في بيتين، مو أول بيت ثاني بيت. كتر خيرك. بسرعة بسرعة أخواتي بسرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمرني أخي، شو فيني أخدمكم؟ حضرتك الشيخ أبو عمر؟ لا والله أنا أخوه اللي أصغر منه. أمروني شو فيني أساوي الكل أسوي لكم. ما يأمر عليك زاني. نحن بدنا الشيخ أبو عمر، وين بيته والله؟ ليكو هذا اللي بعدي. ايه سلم ايديك، كتر خيرك. الله يسلمك، تفضلوا عمي تفضلوا. على راسي، الله يزيد فضلك. أهلا وسهلا. الله يحفظك. أهلا وسهلا. أهلين عمي أهلين. شرفوا اخواتي شرفوا، ان شاء الله الشيخ يتذكر شو حكي له ابوك اللي هنا القصه بقى. شرفوا. شرف. طول بالك، شو صار؟ طول بالك وقريب علي ترابك أخي. شيخي نحن جايين من الشابور لعندك، وابونا بيكون الزعيم ابو صالح. يا ميت أهلا وسهلا، رحمة الله عليه. أبوكم صديقي ورجال شهم، بشو بقدر أخدمكم؟ الله يسلمك يا رب. والله نحن صاير معنا كان مشكلة، وأبي قبل ما يموت الله يرحمه وصانا إذا اختلفتوا بتروحوا لعند الشيخ أبو عمر وهو اللي بيحكم بيناتكم. بس قبل ما أقول لك على هي المشكلة، في كام قصة صايرة مع أخواتي، شايفين منام وبدنا إياك إنه أنت تفسر لنا إياه. تفضلوا احكوا لي شو شايفين؟ والله يا شيخي انا شفت بمنامي اني ماشي انا واخواتي بطريق، فجأة بيطلع لنا ثعبان صغير، لما قربنا منه بصير حنش كبير وبيقطع علينا الطريق. هذا يا ابني الشر. الشر لما بيكون صغير بيحسن الإنسان يتجاوزه، بس إذا فات فيه بيكبر وبيستفحل. مزبوط عم تحكي، لأنه أخي وقت حاول يضربه هجم علينا. وانت شو شفت منام يا ابني؟ أنا يا شيخي شفت بمنامي خروفين، واحد سمين وعم يرعى من أرض ما فيها عشب، أما الثاني نحيف بس عم يرعى من أرض مليانة عشب. هذا يا ابني الخروف السمين مثل الرجال يلي قنعان باللي الله قاسم له اياه، عايش مرتاح ومبسوط. بس الخروف النحيف مثل الرجال اللي عنده مال ومال كانات وأولاد، بس لا بيشكر الله ولا بيحمده،
فمشان هيك ما بينتفع منهم بشيء. ايوه مزبوط كلامك شيخي، مزبوط كلامك. وهلا هاتوا لشوف شو المشكلة اللي جايين لعندي مشانها. والله يا شيخي الوالد الله يرحمه قبل ما يتوفى. اسمعوني يا أولاد، أنا كتبت وصيتي بكل شيء بملكه من أملاك، وكل واحد حطيت له حصته بقلب صندوق من السندية اللي معكم، وبتمنى منكم كل واحد يرضى باللي كتبت له إياه، وإن شاء الله إن شاء الله أكون قدام ربي إني عدلت بيناتكم وما ظلمت حدا. الله يطولنا بعمرك يا أبي، أنت من يوم يومك بتعدل بيناتنا، وبعد كلامك ما في كلام بنوب. اسمعوا شو بدي لكم وخلوها ببالكم منيح. إذا شي يوم لا سمح الله اختلفتوا بين بعضكم، وبإذن الله ما حتختلفوا، لأنه أنا بعرف مين مربي وشو مربي. بس إذا صار شي بدي إياكم تروحوا تلتجئوا لعند الشيخ أبو عمر بالغوطة. هذا زلمة عالم وصاحب دين وبيخاف الله، وعنده علم ومعرفة، والله فاتح بصيرته. أي شي بتعتازوه بتروحوا لعند البني آدم بتقولوا له نحن أولاد الزعيم أبو صالح. عمرك يا أبي عمرك. بعيد الشر عنك يا أبي، والله يطولنا بعمرك ويخلي لنا إياه وما نحتاج حدا. الله يخلي لنا إياك يا أبي. اخواتي، ابوكم راح لرحمة ربه الله يرحمه، ومثل ما بتعرفوا ما قصر معنا بنوب بحياته، ووصانا انه ما نفتح الصناديق لحتى يموت. فشو قلتوا؟ موافقين انه نفتح الصناديق؟ موافقين أخي، موافقين. أنت كبيرنا وبتأمر أمرك. ما يمر عليك ظالم. معناتها قبل ما نفتح الصناديق ونشوف حصصنا اللي ترك لنا اياها الوالد الله يرحمه، خلونا نقرا الفاتحة على روحه. بسم الله الرحمن الرحيم. وصانا وصية، عطانا كل واحد حصته، وحط حصصنا ب3 صناديق، وعطى كل واحد صندوق. بس قلنا انه ما بنفتح هاي الصناديق لحتى يموت. وايش كان بحياتنا اختلفنا وصار معنا شي، نجي لعندك وتحكم انت بيناتنا. وانا واخواتي بعد ما توفى الوالد فتحنا هالصناديق ولقينا كل واحد حاطط الوالد حصته. بس اخواتي ما عجبته الحصة، لأنه حصة أخي مهدي حاطط له بالصندوق تراب وحجار، أما صندوق أخي صبحي حاطط له ذهب فيه، وأنا حاطط لي خنجر وعباية وخاتم. فنحنا ما فهمنا بقى وين الحكمة بالموضوع، وأخي مهدي ضايج كتير ومو عاجبته هالورثة. الله يرحمه، الله يرحم ترابه، كان رجال عادل وعاطي كل مين حقه وحصته على التمام والكمال. شلون يعني شيخي؟ فهمنا. انت يا صالح ابوك اعطاك الخنجر والختم وسلمك الراي لانه شافك بتصلح لتكون زعيم للحاره، وهذا شرف كبير لإلك، وانتو لازم تسمعوا كلمته وتمشوا من تحت شوره. اما انت الصندوق اللي حاطط لك فيه حجار وتراب كان قصده ابوك انه كل شيء مالكانات عنده هي إلك، من بساتين ودكاكين
ومالكانات وكل شيء، واللي كان الذهب من نصيبه هو أضعافكم، وانتوا لازم ما تنسوه بس يخلص الذهب. وبلا ضايع عليكم برجع بوصيكم انكم تنفذوا وصية أبوكم وتمشوا عليها مثل ما وصاكم، وتضلوا قلب واحد وإيد واحدة وكلمة واحدة. الله يرحمك يا أبي، الله يرحمك. مو طايقة جوازي كلها، يا ريتي ما سويت. ايوه، وليش مو طايقة؟ وانت شو دخلك؟ هي اسرار عائلية. شبك انت مجنون؟ انت اللي قلت لي. شوفي احكي. يا اخي شلون بدي فهمك يا عد على ايدك. اول يوم اكلت ملوخية، وثاني يوم اكلت ملوخية، وثالث يوم اكلت ملوخية، ورابع يوم اكلت ملوخية، وخامس يوم اكلت ملوخية. فيك تاكل 5 ايام ملوخية؟ لا، بمل وبسهل. هذا اللي صار فيني، مليت وسهلت. خلاص عندي، عيد على ايدك. اليوم بدك تاكل لحمة بالصحن، وبكرة شرحات بالعجين، واللي بعده 6 زبيقي، اللي بعده محاشي، اللي بعده سجقات. بدي خليك تاكل على كل ترس لون ونوع. عندي، قلت لك عندي. شرفك عندك. والله بشرفي. اليوم أحلى سهرة. الله يجبر بخاطرك ويطعمك قلبي بمل وبسهل. عندي القصة. الله يخلي لي اياك يا رفيق. شراب سكر. لا هيدا بيض ورغيف، بيض ملون، بيض اصفر، بيض احمر، بيض ازرق، بطاطا مسلوقه بالملح والفلفل يا بيض. السلام عليكم ابو عوض. اهلين وسهلين عمي ابو ربحي. شو هالبيضات الحلوين ملونين كمان. بيضات من اللي بيحبهم قلبك. افعس لك بيضتين على رغيف. لا يسلم ايديك، كسرت الصفرة. بس اذا اجاك حدا محتاج وما معه مصاريف تعطيه على حسابي. لك الله يجزيك الخير، الله يجعلها بصحيفتك يا ابو ربحي. بيضة ورغيف يا عصفور. يا عمي ابو ربحي. شو وينه ربحي ما اجى لهلا؟ والله لسه ما اجى. ملون يا بيض. معناته جيب لي كاسة شاي وروح ناديله من البيت. صار. بطاطا مسلوقة بالبصل الأخضر يا بطاطا، بالبصل اليابس يا بطاطا، بيضة ورغيف. باين شو يعني شو هو؟ وحيد اللي تجوز معقول شغله. أبو ربحي بكشي شايفك عم تحكي مع حالك. والله هالولد رح يجنني يا ابو عوض. لك لا عاد دار باله على الشغل، صاير قليل مروي بعد ما تجوز، ما بعرف شو صار له. بعلمي عريس هو. هي يا سيري، شنو هو عريس ما عاد دار باله لا على الشغل ولا على اهله ولا على القهوه ولا على الزباين. طول بالك ابو ربحي، شبنا لساته باول تم الجره مليانه عسل، لتفطر شوي الجره، شوي وتخلص الجره، ما بتلاقي الا مل من الجره وشبع عسل ورجع على المحل. هيك قلتك؟ لك يا شبنا ابو ربحي، ليكون ما صار فينا اللي عم يصير فيه هلا. يلا ان شاء الله يخلصوا هالعسلات على بكير. بيخلصوا مثل ما خلصوا من عندي وعندك. ولك والله فهمت. بندوره، ليمون، خس، كله صار السلطه رح تعملي لي قصه. رح جيبهم والله رح جيبهم. رطوش ابن عمي رطوش. دقبر قلبي لا تاخر عن غدا، عم بحك اكلات طيبه. ما بدي اتغدى، رح اتسمم بالقهوه. لك ليش؟ ولك ليش بس انا فيني روحي لاقي لك شغله مطبخ ششمه مربوطه على الششمه. لك هيا عني. يلا ايه. لك هي نسوان، هي واللي عم نشوفهم بالحاره النسوان. خلصنا بقى. شو بدك تضل زعان بالبيت وما تطلع منه؟ لك الحربة إلك وما رح تهرب. إلك. يا ريت الموضوع خلص منها. شو قلت؟ والله ما عرفت شي يا ابي، عم بقول خلاص. امرك يلي بدك اياه بيصير. ايه فوت ساعده
عصفور لانه ما عم يلحق الزباين لحاله. يا على راسي. بيضة والغيب، بيض ملون، بيض اصفر، وزنا لحتى يرتاح ونرتاح. بيض ظاهر لا نحن ارتحنا ولا هو بيض ازرق. يا عصفور تعال غير له هالراس لا سمير تعال. عصفور من معلم. اكل الملوك يا بيه. قصة شاي بالصاوي يخلطها بركي انسى اللي صاير معي. هنية شبك عم تبكي؟ لا مرت عمو ما في شيء. أكيد ربحي هازز لك بدنك. لا تحطي ببالك مرت عمي. اطلعي فيني ولا تديري وشك احكي. ربحي مرت عمي، ربحي كاسر لي قلبي وخاطري. لك أول ما تجوزنا كان طاير أعلو فيني، هلأ شو صاير له ما بعرف. مرت عمي أنا بشعة شي. لك أنت حلوة مثل القمر. طيب ليش مو قدراني تصني؟ روقي وطولي بالك. بيطلع من الصبح ما بيرجع لآخر الليل. وين عم يروح؟ قال عم يسهر مع رفقاته. لك مرت عمي شو عم يسهر مع رفقاته؟ فطور ما بيرضى ياكل لقمة بالبيت، بعمل له أحلى غدا ما بيجي بيتغدى، ولا حتى بشوف وشه على العشاء، بينطرني لحتى نام لحتى يرجع على البيت. ليش؟ طولي بالك، ما بيحل هي الشغلة إلا أبو ربحي. أنت بس روقي إن شاء الله. مو طايقة جوازي كلها، يا ريتي ما سويت. ايوه وليش مو طايقة؟ وانت شو دخلك؟ هي اسرار عائلية. لك شبك انت مجنون؟ انت اللي قلت لي. شوفي احكي. يا اخي شلون بدي فهمك يا عاد على ايدك. اول يوم اكلت ملوخية، وثاني يوم اكلت ملوخية، وثالث يوم اكلت ملوخية، ورابع يوم اكلت ملوخية، وخامس يوم اكلت ملوخية. فيك تاكل 5 ايام ملوخية؟ لا بمل وبسهل. هذا اللي صار فيني، مليت وسهلت. خلاص عندي، عيد على ايدك. اليوم بدك تاكل لحمة بالصحن، وبكرة شرحات بالعجين، واللي بعده 6 زبيقي، اللي بعده محاشي، اللي بعده سجق. بدي خليك تاكل على كل ترس لون ونوع. عندي قلت لك عندي. شرفك عندك. والله بشرفي. اليوم احلى سهرة. الله يجبر بخاطرك ويطعمك. قلبي مل وبسهل. عندي القصة. الله يخلي لي اياك يا رفيق. شراب سلام. لا هي لا. شوف يا ابني، بدي احكي معك جوز كلام، بدي اياك تكون صريح معي. مرني يا ابي. انت نفسك تتجوز على حرمتك؟ بصراحة يا ابي يعني فيني احكي اللي بقلبي. ايه نفسي اتجوز على حرمتي. ايوه بس والله حرمتك ما في منها. حن عليها، دير بالك عليها. لك هي اسمتك، هنية ما في منها، ما عم تقصر معك بشي. بس انا يا ابي يعني انا مو لا تكمل. قوم بدي اروح انا وياك مشوار. لوين يا ابي؟ هلا بتعرف. قوم. يلا. نقي بيضة. الحمراء. وهي الحمراء. كيف لقيت الطعمة؟ مو كيف ثاني. طعمة مين؟ نقي وحدة تانية. صفرة. وهي الصفرة. كيف لقيت الطعمة؟ وهيك النسوان. بيض ملون. طعمة وحدة. حتى
اخذت الزرقاء ماشي كيف؟ كمان بيض. ايوه هلا فهمت. نعيمة يبعت لك حجة والناس راجعة. كلها بفرد لقمة. خذ حط لك نقطة ملح. خذ لك بندوراي. لك وطي صوتك وطي صوتك، بخاف حدا يسمعنا. شو عم تحكي انت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله وكيلك يا تاج، ما في غير هذا الحل. شو نساوي يعني؟ قال شو جبرك على المر غير اللي أمر منه؟ أنا مستحيل أعمل هذا الكلام، مستحيل. برضاي عليك شلي هالقصة من بالك. معناتها أنت لا بتحبيني ولا بدك أنا نتجوز. يا تاج فهميني كثير منيح. لك أنا ليش بدي هون للذهبات ومشان هيك استكري لك بيت حلو بهالحارة وعيشك أحلى عيشة. بس أنا هذا الكلام ما بقدر عليه. ما بتقدري؟ هذا اللي طلع معي؟ هي معزتي عندك؟ خلص معناتها نحن كل شيء انتهى بيناتنا. خاطرك. تاج يا تاج، تاج الظاهر ما رجعت لهلا. لك شو هالبنت هاي؟ كل ما ببعتها تجيب لي غرضين ما بتعود بتبين. انا بفرجيها بس لترجع هالسلالة. وين كنتي لهلا؟ تعي تعي لشوف. شو رح تكذبي علي هالمرة احكي وليه؟ ليش كل ما بعتك على السوق بتغطي نص النهار؟ والله ما في شيء يا معلمتي. توبة والله ما عاد عيدة. التوبة؟ ولك كم مرة صرتي وعدتيني قديش بدي اتحملك انا خلص ورحمة الميمة ما عاد عيدة. ولك يا على عيونك ان شاء الله. روحي نقلعي من وشي. تفضل عمي ابو رشاد. يسلموا دياتك يا تاج. بتأمرني بشي تاني؟ لا ما بدي مع السلامة. تاج إذا بتعتازي أي شيء لا توفريني يا بنتي. خيرك سابق عمي. بتأمرني هلا بشي؟ لا الله معك حبيبتي. خير ان شاء الله. شبكي واقفة عم تصفني؟ تحركي لشوف. روحي كملي شغلك. لك تحركي بسرعة. ايه يلا يلا. لازم تحرمها تشوفك. خلي طبختك على نار هادية. راح تحن وبالآخر راح تسمع كلمتك وراح تلعب بالدهب يا حدو. ايه راح تلعب بالدهب يلي بتمه معلقة دهب غير اللي بتمه تراب. بس لا ما راح اقبل ضل هيك. بدي صير من البكوات ويصير عندي مضافة وجيب صبي مثل سليم. والله بيلبق لك العز يا حدو. ولك ايه بيلبق لك العز. سافر؟ اي والله يا تاج بدي سافر لاني يئست من هالحياة كلياتها. البنت اللي بحبها ما لا احسن اتجوزها وكل شي بدي اياه ما عم بيصير. مشان هيك رح اسافر واغرب لي كام سنة وشو الله بيخلق معي. سبحان الله. لا الله يوفقك. والله انا ما بقدر اعيش بدونك. والله يا تاج خلاص لا تكفي. انا عرفت وين ابو رشاد مخبي الذهبات. يعني قبلتي تساعديني؟ ايه رح ساعدك بس كيف؟ تفركي العشبة مع الشاي وبتحركيه لحتى يختفي.
أنا رح كون ناطر برا، بس ينام تفتحي لي الباب. أنا ما رح خليكي انتي تقربي عالدابات بالمرة ولا تسرقي شي، وعلما رح نكون أنا وياكي شركاء منشان ما تقولي إني مالي جنبك أو بخاف عليكي. باخد الدهبات وبتعملي حالك نايمة مثل الكل، ورح أغيب كام يوم، وبس استقريبي بيجي بخطبك ومنتجوز. الحقني يا عقيد، الحقني يا عقيد، يا عقيد، سرقوني يا عقيد، سرقوني يا عقيد، جنى عمري سرقوني يا عقيد. هدي بالك ابو رشاد، هدي بالك، ورحمة الميمة لنعرفه مين. هي أول مرة بتصير سرقة بحارتنا عقيد. سليم، احكي لشوف شلون انسرقت. شو بدي احكي يا عقيد؟ وقف قلبي، وقف قلبي، دخيلك يا عقيد. ابو رشاد بسرعة جيب الحكيم سليم. 4 شهور يا حدو ولسه ما بينت. وينك يا حدو؟ يا الله وينك؟ لك وين أراضيك؟ أنا لازم أطلع من البيت فوراً، لازم أسأل عليه. أخي سليم، خير اختي، لازمك شيء؟ بدك مساعدة؟ بدي أسألك، بتعرف لي شي وين حدو صناعي الفران؟ والله يا اختي ما حدا بيعرف عنه شيء، وعم يقولوا سافر على اسطنبول. اسطنبول؟ خير اختي، بدك شيء؟ ساعدك بشيء؟ بيقولوا اللي أمنك لا تخونه ولو كنت خوان. كمان الخاين لا تأمن له ولو ما خان. لك كيف مرقت علي هي؟ حدو سرق تعب غيره وشقى غيره، واللي بيسرق شقى غيره أكيد ما رح يسأل عن الناس اللي بتحبه. ومثل ما خنت الجماعة اللي أمنوني على بيتهم، خان الشخص اللي أمنت له على قلبي.